تخيل من فيلم متصور في اوضه واحده لاعلى فيلم كوميدي ايرادات في تاريخ السينما المصريه. احنا بنتكلم على فيلم برشامه. الفيلم ده خد ضجه كبيره جدا، واللي كان بالنسبه لي انا كمحمد مفاجاه غريبه الصراحه، لان انت حرفيا ممكن لو دورت تلاقي يجي 20 فيلم شبهه مثلا. ثانيا بادجت التصوير اللي ممكن تكون مصروفه على الفيلم ده هي سندوتشين جبنه وازازه سبيروس باتس. فوالله انا كمحمد مقاطع الصراحه الافلام المصريه من ايام برايم السبكي يعني. فهل الفيلم ده يستاهل كل الضجه دي؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. هات لك خربوش الشاي الجميل ويلا بقى نبدا. قبل ما نبدا عايزك تكتب لي رايك في الكومنتات عن الفيلم، عشان الصراحه وجهه نظر الناس عايز اعرفها. والفيديو هيكون متقسم كالعاده جزئين، جزء بنحكي في قصه الفيلم والجزء التاني بنتكلم عن الفيلم بشكل اكتر. بيبدا الفيلم بحاجه انت اول ما تشوفها عارف انك داخل على فيلم نضيف، وهو ان الفيلم ده بطله هو هشام ماجد، ومعاه برضه ريهام عبد الغفور وباسم سمره، واللي بقى بشوفه حرفيا اكتر من ابويا. بس دي مش مشكله الصراحه بالنسبه لي، لان الراجل دمه خفيف ويستاهل. وفي برضه مصطفى غريب وحاتم صلاح، واللي برضه لما عرفت انهم موجودين في الفيلم عارف ان هيبقى ما بينهم كيمياء غريبه كده في الفيلم هما بيعملوها، وان هو هيبقى فيه افيهات ونكت بالكوم يعني. وبيبدا اول مشهد في الفيلم بميكروباص وهو مشغل اذاعه الراديو اللي بتتمنى كل النجاح والتوفيق لطلبه الثانويه العامه، وانا كمان بتمنى ليهم كل ده. وفي المشهد ده بنبدا نتعرف على اول شخصيتين عندنا في الفيلم، وهو هشام ماجد واللي عامل دور اسمه عبد الحميد، واللي من المفترض انه شخص متدين جدا، وفاتن اللي هي ريهام عبد الغفور، واللي هي في المسلسل فنانه تشكيليه بين قوسين يعني. وبيبدا اول تعارف ما بين ابطال الفيلم ان فاتن بتدي بنتها لعبد الحميد عشان بتطلع حاجه من الشنطه بدون ذكر هي ايه برضه، عشان بنتها تعمل عليه حمام. طبعا انت تقول لي هو انت عبيط يا استاذ محمد، هو ايه اللي انت بتحكيه ده يا غالي؟ هقول لك اصبر، والله العظيم النقطه دي مبني عليها الفيلم كله اصلا. المهم بسبب الموقف ده بيبداوا هما الاثنين يتخانقوا في العربيه، عشان السواق يقول لفاتن تنزل بس هي كمان ترفض، وتفضل تماطل لحد ما تقول للسواق تعالى عندي المسرح الفن التشكيلي بين قوسين برضه، وهي هتاكله وتشربه ببلاش عشان يشوف الورقه وينزل عبد الحميد من العربيه، اللي يفضل يجري ورا العربيه طول الطريق عشان عايز بقى ال20. في المشهد اللي بعده بنشوف المدرسه، وهنا بيعرفنا على شخصيتين تانيين وهما حجاج وحليله، او حليله بس وهو واقف مع ابوه، واللي بيقوم بدوره هو باسم سمره اللي هو برضه عمده البلد. وبيقول له هو انت ليه جايب الاله الحاسبه في امتحان العربي؟ يقول له ممكن احتاجها. وبيقول له اياك تشيل الشاش من فوق دماغك عشان هو مركب له سماعه وهيفضل يقول له الاجابات جوه اللجنه، اللي هو يعني حال 5 6 في كل لجنه ثانويه عامه يعني اخر كام سنه. ونشوف برضه زينب اللي هي نوعا ما حاطينها كمناقشه لمشكله اجتماعيه، وهي ان نسبه كبيره من بنات الارياف مش بيكملوا تعليمهم. وبنشوف ان اخوها عايز يضربها ويرجعها مع البيت عشان الشرطه اللي قدام المدرسه توقفهم، فعشان عايزين يخشوا مع المدرسه بيقولوا للشرطه احنا طلبه، ولما يسالهم الكلمه دي ايه يقولوا له حكومه. بصراحه المسلسل فيه كميه افيهات فشيخه في اول كام دقيقه، وزياده على كده اللهجه الصعيدي المصطنعه دي بتزود الموضوع كوميديا مش كرنج يعني. بنيجي للمشهد اللي بعديه وهو في اللجنه، وده حرفيا لوكيشن التصوير طول الفيلم. بنشوف فيها حليله وزينب وفاتن والحاجه انعام سلوسه وشويه ام بي سيز يعني عشان يملوا القاعه. بنشوف حليله وهو بيحاول يملي ابوه الاسئله من السماعه عشان يغششه، بس بنكتشف ان حليله اصلا مش بيعرف يقرا، وبيحاول ابوه انه يخليه يغش باي طريقه ويقول له خلي المدرس هو اللي يقرا لك الاسئله. وفي نفس الوقت ده بيجي عبد الحميد اللي بنكتشف انه معاهم اصلا في اللجنه، عشان لما يبدا يحل يكتشف ان الامتحان كله قران، وانه مش هيعرف يحل لان البنت الصغيره عملت عليه. وبيحاول ان هو ينزل الحمام لكن المراقب بيرفض. نيجي تاني لحليله وابوه لسه بيحاول يغششه، وهو كل ده قاعد بيقرا في كلمه امتحان عشان حليله يحاول يعلي صوت السماعه فيفتح السبيكر، ولما المراقب يسمعه يقول له فك الشاش وياخد منه السماعه ويقعد يتكلم مع العمده، والكلام يشد ما بينهم وياخد الساعه ويكسرها، ومن كتر العصبيه يجي له سكته قلبيه ويقع. وبعد ما يقع شخصيات الفيلم كلها تقعد تتخانق مع عبد الحميد ان هو الوحيد اللي عايز يبلغ انه وقع، وباقي الشخصيات كلهم شايفين ان هم يحلوا الامتحان الاول ويغشوا بعدين يبلغوا. وبعد شد وخناق عبد الحميد يعرف يهرب، ولسه هيقرب من الباب عشان حجاج يوقفه ويقول له لو هوبت ناحيه الباب هرقدك جنب الراجل. وهنا بنبدا نتعرف برضو على شخصيه حجاج انه مسجل خطر ومسجون وبيدي امتحان الثانويه العامه دلوقتي. وطبعا العمل الجماعي بدايه كل انجاز عظيم، شابوه لطلال مصمم الثامبنيلز الخاص بالقناه يعني. هتقول لي طبعا ايه العلاقه؟ هقول لك انا عايز اشكر مصمم الثامبنيلز يا اخي، يا سلام قناتي. المهم كلام حجاج هو اللي بيمشي ومش بيبلغوا حد، وكل واحد بيقعد مكانه، ولما كلهم قعدوا حجاج سال ايه هي اجابه السؤال الاول عشان يكتشف
ويكتشفوا ان ولا واحد فيهم عارف اي حاجه. فيقول يا جدعان حد يقول اي اجابه، فحليله يرد عليه ويقول له احمد شوقي هو امير الشعراء، اللي هو سؤال مش في الامتحان اصلا. وعموما زي ما قلت لك في المقدمه، الكيمياء ما بين الاتنين دول حاجه فخمه يعني، عشان انعام سلوسه تقول انا معيش ولا سؤال بس ممكن اساعد، وطلعت مدكنه كل الكتب دي تحت العبايه ولا كانها بتعدي الجمرك. وبعد 5 دقايق من التدوير يكتشفوا انها مش جايبه كتاب العربي اصلا، وسايباه لامتحان الميكانيكا، عشان عبد الحميد في وسط التدوير يلاقي برشامه فيها اجوبه من الامتحان، ولما يلاقيها يحاول يرميها من الشباك، بس فاتن تمسكه. وبعد صراع طويل عريض ما بين الشخصيات يقدر عبد الحميد انه ياكل الورقه. وحليله كل ده في ميه البطيخ، ولما شاف اللي بيحصل سال هو في ايه، قالوا له بلع البرشامه، قال لهم هو كان عنده ايه. المهم كل ده بيخلص بعبد الحميد وهو بيصيح ان ورق باللجنه وقع عشان الناس تيجي تشوف فيه ايه. فباقي شخصيات الفيلم تربطه وتغمي بقه ويشوفوا هيعملوا ايه في الامتحان، عشان يسمعوا تليفون بيرن ويفضلوا يدوروا عليه، وفي الاخر يطلع تليفون مراقب اللجنه. ولما يجيبوه حليله يكلم ابوه عشان يكمل غش، ويقعد يضيع وقت في حجاج يقول له انجز، قول له انت عايز ايه، قام قايل له عايز ساعه جديده بدل اللي اتكسرت. وفي الاخر التليفون يفصل شحن. حجاج جات له فكره تانية، وهو انه يلم ورق الاجابه كله عشان يشوف لو في حد عارف اجاباته مخبي، وياخد باله ان زينب هي الوحيده اللي عارفه اجابات، بس هي مرعوبه تحل عشان اخوها مستنيها تحت ومش عارفه تركز في الامتحان. عشان حجاج يضحك عليها ويقول لها ان اخوها والواد اللي معاه رخموا على الحكومه فخدهم على الاسم. وفي نفس الوقت عبد الحميد بيفك البلاستر ويقول ان حجاج كذاب وان اخوها لسه قاعد لها تحت. فزينب تبدا تعيط وتسيب الورق. فشخصيات الفيلم الباقيه ما يشوفوش حل غير انهم يحطوا شراب انعام سلوسه في بقه. انا مش فاهم ايه العبث ده. وفعلا لما ده يحصل يغمى عليه ويسكت، وفي نفس الوقت ياخدوا بالهم ان المدير جاي يشيك، فكل واحد يرجع مكانه، بس ما كانوش عارفين هيعملوا ايه في الراجل على الارض وتوليت اللي هم مكتفينه. فيقرروا انهم يفكوا عبد الحميد واتنين يمسكوا المراقب ويفضلوا يحركوا فيه قدام المدير لحد ما يمشي. في نفس الوقت في مشهد تاني العمده والناس اللي شغالين مع فاتن وام واحد من الموجودين في اللجنه كانوا بيحاولوا يلاقوا طريقه عشان يغششوهم من بره. جابوا مدرس اول لغه عربيه بس شكله مرهق شويه عشان يساعدهم. بنرجع تاني للجنه وبنشوف ان المره دي شخصيات المسلسل كتفوا عبد الحميد، بس المره دي بالبس حليله. وانعام سلوسه بتبص وبتكتشف ان عبد الحميد كان من اوائل المدرسه. فلما حجاج بيكتشف حاجه زي كده بيقعد يمليس له عشان عبد الحميد يقعد يحل، وهم كلهم يغشوا منه. لكن برضه عبد الحميد مصر انه مش هيغشش حد ومش هيحل كده كده عشان عايز ينزل يتطهر. وفي نفس الوقت ده بتترمي عليهم طوبه وبيطلع العمده برضه وعايز يغشش حليله، وخلى رجالته تروح تكسر ماسوره الميه قدام اللجنه عشان ما حدش يسمع، وجاب سماعه ومايك وفضل يقول الاجابات من بره عشان اخوات زينب ييجوا بتورسيكل وبيكسروا السماعه. في مشهد عبثي انا برضه مش فاهمه لحد دلوقتي. هو الله اعلم مين بيجيله الافكار دي في دماغه عموما يعني. وطبعا النجاح هو الانتقال من فشل الى فشل دون ان تفقد حماسك. طبعا قصه قناه بروست وكان. المهم بعد كل ده رجعوا تاني انهم يملسوا لعبد الحميد، وفي الاخر بيعملوا خطه عشان عبد الحميد ينزل يتطهر. وحجاج بيحط حليله مراقب على الفصل وبينزل عشان اول حاجه ينزلوا يلاقوا مفيش حنفيات اصلا، ويدوروا على اي مصدر ميه لحد ما يدخلوا الحمام الحريمي. حصلت حاجات غريبه مش هتطرق ليها الصراحه. المهم ان في نهايه المشهد مش بيلاقوا ميه نظيفه بسبب ان الرجاله بتاعت العمده كسروا المواسير، فكل محاولات الحموم بقت بالفشل. وفي نفس الوقت برضه حصلت مشاده ما بين فاتن وعبد الحميد، وعبد الحميد شتمها. طبعا هتقولي هي التفصيله اللي في الاخر دي ليها لازمه؟ اقول لك ايوه يا حنيو. فما يلاقوش حل غير انهم يتقبلوا مصيرهم ويطلعوا الفصل عشان يلاقوا حليله وباقي اللجنه قاعدين بيرقصوا. فيضرب حليله على قفاه ويهزقه، وحجاج يجيله فكره تانية وهو كده ان مفيش غير زينب اللي هتغششه. فحجاج يحاول يخلي زينب تشرب اعشاب، مشيها اعشاب عشان تيجي انعام سلوسه وتخليها تشرب الاعشاب بالعافيه عشان صحتها طبعا، يمكن زينب عندها امساك محدش يعرف. نروح للمشهد اللي بعديه والعمده لقى فكره تانية، وهي انه يغشش حليله من ميكروفون الجامع، وفعلا يجيب الورقه ويفضل يقول الاجابات وهم بينقشوها، وبرضه يجي اخوات زينب ويقطعوه ويتخانقوا معاه. وكده برضه الدنيا قفلت في وشهم تاني، ما عندهمش دلوقتي غير حل واحد وهي زينب اللي عملت دماغ من الاعشاب، وهم كل ده مستنيينها ان هي تغششهم عشان حجاج يسالها ايه جمع احد، وزينب تمسك الاله وتقول له جمع احد 265. كده خطه تانية الحجاج فشلت، وجت له برضه فكره ثالثه وهو ان عبد الحميد يستحمى بازايز الميه. وبعد ما قعدوا هيدوروا على ازايز ميه وملوها، قام حليله في وسط الموضوع ده شربها. نرجع للعمده واخوات زينب اللي اتفقوا انهم يخلوا زينب تنزل عشان ما بيبلغوش ان المراقب مات. فحجاج ما بيكونش قدامه غير انه يمسك زينب وينزلها عشان باقي شخصيات الفيلم يخشوا في خناقه معاه، وبتنتهي الخناقه ان شخصيات الفيلم كلها اتفقت على حجاج وربطوه. بعدها فاتن وعبد الحميد بيتصالحوا، وعبد الحميد بيعرف ان فاتن محتاجه الشهاده عشان تلاقي شغلانه نظيفه عشان تشرف بنتها. في وسط كل ده حجاج بدأ يعيط
فصعب عليهم وقرروا انهم يفكوه. في نفس الوقت بيجي حد من تبع العمدة بيدي حليلة ورقة محلولة كلها صح عشان كلهم يغشوا منها. واخيرا في الساعة ونص بتوع الفيلم حاجة حلوة حصلت لهم، وفي وسط ما هم بيحتفلوا اغنية التشامبيونز ليج شغالة، وده بجد كانت شغالة فعلا. في وسط كل ده المراقب اللي كان في غيبوبة صحي تاني، عشان بكده تكون الورقة دي ملهاش لازمة وترجع للجنة تاني طبيعية زي ما كانت. ويجي مشهد وخلاص الوقت بيخلص بتاع الامتحان، ونشوف ان عبد الحميد حل الامتحان كله، بس فاتن جنبه ما كانتش حلت حاجة وكانت قاعدة متحسرة عشان هتعيد تاني، عشان عبد الحميد يمسك ورقته ويكتب عليها اسم فاتن ورقم جلوسها ويبدل ورقتهم مع بعض، وفاتن تقعد تتحايل عليه عشان ياخدها، بس هو كان رافض وراضي انه يعيد السنة في سبيل انها تنجح. وفي اخر مشهد في الفيلم بنشوف زينب وهي بتعيط عشان عارفة ان اخواتها مستنينها تحت، عشان شخصيات الفيلم كلها يتفقوا مع بعض وكلهم يقفوا معاها وكلهم يدافعوا عنها ويقولوا انها اتجوزت حليلة وعبد الحميد هو المأذون. فاخو زينب يقول فين قسيمة الجواز، فيطلع له ورقة امتحان العربي ويقول له اهي، والتاني مصدق لانه اصلا مش عارف يقرا. ويجي مشهد لحليلة وهو بيدي ابوه ورقة الامتحان المحلولة اللي خدها منه، ما سلمهاش وسلم ورقته الفاضية عشان ابوه يتشال ويقع من طول. وهي بس كده يا غالي في شوية مشاهد جانبية وبينتهي الفيلم على كده. تمام، نيجي لفقرة تحليل الفيلم. لو على الفيلم فهو عجبني، بس ما قصدتش ان انا اكون فيلسوف، هو في كذا نقطة ما عجبتنيش انا كشخص، بمعنى ان اللي هقوله دلوقتي ده كله رأي شخصي تماما. تمام، لو هنتكلم على الايجابيات، اول حاجة الاخراج كويس جدا، عدا كذا حاجة هتكلم عليها بعدين. الكاست او الطاقم التمثيلي تحسه حرفيا راكب على الفيلم، خصوصا مصطفى غريب وحاتم صلاح. المخرج هو كان فعلا شايف ان الاتنين عاملين جو جامد مع بعض، عشان كده بدون مبالغة 90% من كلام الاتنين كان موجه لبعض، وكان كله قلاشات وكلهم كويسين وكلهم ظبطوا. في برضه موضوع انه من ساعة ما نزل لحد دلوقتي مسمع، ده يقنعك ان الفيلم فعلا حلو ويستاهل تضيع عليه الساعتين بتوعك عادي، لانك كده كده هتقوم مبسوط. غير ان هو بيلعب على حاجة كلنا يعتبر جربناها، وهي لجان الثانوية العامة والغش والكلام ده. كام نقطة هعلق عليهم بقى. اول حاجة موضوع اللوكيشن التصوير، وموضوع ان اللوكيشن هو عبارة عن مكان واحد ليه ايجابيات كتير بس ليه سلبيات اكتر. مثلا ان الكوميديا كتير والريتم بتاع الفيلم سريع، ده حلو، بس برضه خلي بالك نوعا ما الكوميديا مملة في اخر الفيلم، اللي هو خلاص يا غالي انتوا قاعدين بترموا قلاشات وافيهات بقالكوا ساعة ونص يعني، فيا ريت نعمل حاجة جديدة. ثانيا برضو موضوع شخصي، اني بدأت احس بزهق من موضوع ان هو نفس المكان. دي نقطة شخصية بالنسبة لي، لان انا مثلا مش بحب افلام زي افلام سو. ثانيا هو ما قدمش الشيء الجديد. طبعا الكوميديا جبارة ومستواها عالي، بس فكرة الثانوية العامة شفناها كتير قبل كده في افلام زي شاومينج وحاجات كتيرة يعني. بعيدا عن اختلاف الفيلمين هما بيناقشوا نفس الموضوع. واخر حاجة هتكلم عليها هو الافتقار ان الفيلم يكون فيه شيء غير الكوميديا. يعني انا كمحمد شايف ان الفيلم ده كان ممكن يطلع منه كذا فكره كرييتيف تطبق في الفيلم، وتكون بعيد عن الكوميديا، وفي نفس الوقت تخلي ما بين القلشه والقلشه فتره عشان الموضوع يكون ليه قيمه. لان انا زي ما قلت الموضوع ان الفيلم كوميدي صرف، حتى ما فيش راحه ما بين الافيه والتاني، قتل المتعه في اخر ساعه الا ربع. وفيلم الصراحه يعني انا غبت عن السينما المصريه فتره طويله جدا، ما حسيتش ان في اي تطور غير ان الكوميديا بقت بتتقدم في شكل عائلي اكتر ما هو بيتقدم في شكل هابط زي زمان. فدي نقطة ايجابية الصراحة جبارة بالنسبة لي ان احنا اتقدمنا من كده لكده، لان فعلا والله افلام السبكي زمان الواحد كان يتكسف يتفرج عليها قدام اهله يعني. وبس يا شباب، بنبه ان ده والله رأي شخصي، تتفق او تختلف معاه. في الاخر ما تنساش اللايك والاشتراك لان ده اللي بيدعم المحتوى. و بيس.